كونيتشوا، اهلا فيكم كلكم. اليوم جيت لكم فيديو جديد مع يجي. في فيديو اليوم راح يكون بداية لسلسلة جديدة في القناة، انه راح نحكي عن قصص حصلت لنا في الاشغال اللي اشتغلناها في كوريا. واليوم جايبين واحدة من اللي اشتغلت معايا وكانت متمرمطة في مرمطتي. قبل ما تشوفون الفيديو لا تنسوا تعملوا لي سبسكرايب ولايك. يلا نبدأ الفيديو. القصة دي فترتها أنا كنت أدور شغل ليا ولقيت مكاتب خاصة للشغل. ليلة الحرمة هذه والراتب يعني كان كويس وكل شيء، رسلتني لمصنع فواكه، بس المصنع ذا بيروح بدري وأكلهم كان كويس، والشغل هناك الأجمدل وكذا مو سيئات. هذه النقاط عجبتني، نخلص الألبة بسرعة، ما في مشاكل، ما في وجع راس. بعد ما دورت عدة مكاتب وكرهت الألبة اللي هو عمل الجزئي، رحت عندها وقعدت عندها لمدة شهر أشتغل وكذا وسحبت نارين. بدينا نشتغل مع بعض. اوكي، فجتني صديقتي جيون، يعني هي صديقتي اسمها جيون، طلبت مني انه انا ابغى كمان اشتغل وكذا، لو في عندك شغل، لانه اوريدي انا قد جربت معاه اشغال، اشتغلنا انا وياها مع بعض كثير. قلت له اوكي تعالي المكتب كذا، انا في كذا، وقتها كان كورونا. فالمهم بدينا نشتغل انا وجيون ونارين، كنا نروح مع بعض نشتغل. اللي صار انه فجأة لما صرنا نروح نشتغل وكذا، انا غبت يوم كذا عشان عندي كم شغلة. بعدين رحت اليوم الثاني لقيت معانا واحدة كمان، صراحة معايا ماضي مش حلو أنا وياها، بس مع ذلك صرنا يعني علاقتنا سطحية، سلام وكلام هذا. فجيون صارت هي وياه أصحاب، يعني صاروا هم الاثنين. جيون سألتني إذا عادي أقدر أجيبها، قلت له جيبيها عادي يعني صراحة. أوريدي كمان هي برضو جت معايا في الأشغال زمان يعني، بس كان شغلها مو قد كده، وكانوا يهزئوها الحريم اللي هناك الأجمعات وكذا. المهم رحت وكذا، فهي رسلتني أنا ونارين مكان ثاني. المرة الأولى لا أنت كنت مش موجودة، صح؟ كانت نارين مو موجودة، كانت ترسلني لأماكن ثانية، وكانت ترسل إيجيون، وأنا عبالي إنه إيجيون ما تروح المصنع اللي أنا أروحه، لأن أنا اشتغلت أنا وإيجيون وكنا قد مسكنا شغل سهل، مو متعب، تعرف الكراتين وهذا. كانوا مطلعينا فوق أرقى مكان، يعني كانوا يقولوا لنا أنتوا شاطرات بالكوري، فكان علينا إن احنا نقري ونحسب الأشياء وكذا وهذه الأشياء. إيجيون كوريا. إيجيون كوريا، بس أنا عربية، بس إنه أعرف كوريا. أغلب الناس كانوا أجانب أصلا. طلعوني مكان حلو وتعرفت على ناس كويسين، وأنا وجيون كنا نروح ونرجع، يرجعونا بسيارة خاصة. يعني كانت الأجمة هذه طيبة مرة، كانت ترجعنا لا هنا سيارة، وكنا نروح الساعة 4، الساعة 4:30، ما كان في مشاكل. وهذاك المكان مرة كنت حابة، لأنه الناس كويسين هناك، الوضع كويس، ما في صراخ، وكمان أنا كنت فوق ومرتاحة نفسيا. حتى كان في شاب وسيم، تخيلي بعد ما شفت الوسيم هذا. طبعا يجين جوزاء وانا قوس، فطبيعي الجوزاء والقوس عيونهم انا المهم كان في الولد هذا يساعدنا ولطيف معانا، واحنا تفاهة. المهم انها حاولت ترقم قبل كذا، وكانت تقول لي وسيم ايش رايك؟ انا احس انه طالع لي نظرات. تخيلوا انت معجبت بنفس الشخص. لا انا مو معجبه، كنت اقول له جو هاد يعني شجعها. فالمهم انه احنا كنا برضو لنا ان احنا نتغدى بمكان خاص ودلع، مدلعين يعني، حطونا في قسم دلع، يعني نحس نفسنا مشاعر. كنا ناكل حتى من الفواكه كذا نقول اوكي. بعدين رحت المره الثانيه للشغل، هي رسلتني شغل ثاني، وبعدين رسلت جيون نفس الشغل، انا ما كنت اعرف، وكانت معاها يسبون، وانا مكان ثاني رسلتني مكان، وكانت تقول لي هذا احلى من هذاك. فانا تواصلت مع صاحبتي جيون، قالت لي انا رحت الفواكه وكذا وهذا كله، ليه انت ما جيتي؟ سالتني كذا، انا استغربت، قلت كيف ليش ما؟ قلت يمكن عشان تاخرت ولا كذا. فالمهم انا كنت معصبه من الموقف، لانها هي كذبت علي الحرمه اللي رسلت للشغل، واصلا انا اللي جبت لها التنتين. هي قال لي جيبي لي صرم، انا محتاجه ناس يشتغلوا وما اعرف ايه. فالزبده لعندها قلت لها انا ليه ما ترسليني هناك وكذا؟ قالت لي تعالي اذا. قلت لها اختي كمان نارين بتيجي معايا. قالت لي اوكي جيبيها، ويا ريت تجوا بدري عشان تروحوا الشغل. المره الاولى ما رحنا بدري، نقلتنا لمكان ثاني، فقلنا هذا الغلط مننا صح. قامت نقلتنا لمكان ثاني، احنا اشتغلنا وكذا، ورجعنا مكان اخر الدنيا حرفيا. وانا كمان نقلني المكان، والله تصدقوا حتى الباصات ما عرفت ارجع. كانت مره بعيده علينا. فالمهم بعدين قلت لها كذا، وقالت لي انتوا لازم تيجوا بدري وما اعرف ايش، ويجون ويسبوهم، صاروا خلاص مثبتين هنا، يعني انا اجيبهم عشان ياخذوا شغلي ببساطه. هنا في المكاتب كل واحد يمسك بالحاجه
الحاجة الحلوة، يعني الحاجة اللي يحبها وخلاص ويستمر عليها، ما اجيب ناس عشان تاخذ شغلي. فقلت له انا اجيب لك ناس، يعني المفروض ان التقدير لي. فالمهم انه قالوا ما يبغوكي من هذا الكلام. مستحيل كانوا ما يبغوني، لانه هم طلبوني بالاسم. انا شفت كم بنت كانت تهرب، في بنت والله كانت تهكسن، كنت انا اشتغل، بعدين وقت الجمشم شيغان ما اكلت معانا، فجأة اختفت، قاموا يدوروا عليها لقوها قد هربت. كوريين يسووها كثير. كان في معي طلاب حتى من المدرسة عملوا نفس الشيء. رحنا انا ونارين بعدين اليوم الموعود، يعني اللي هي قالت اتفقوا انه كنت تيجي بدري وما اعرف ايش. رحنا انا وياها، بعدين جانا بدري قبل يجون ويسبوا، وانتظرت لما جت يسبوا ويجون ورسلتهم وش قالت انتظروا منتظرين اسمنا عشان يروحوا حقة الفواكه، منتظرين. قالت لهم روحوا هذاك لحد ما خلص الوقت مصنع الفواكه. وعرفنا انه احسن للشغل ثاني. انا ونارين كنا قاعدين نطالع لبعضنا، يعني ايش الخبر، وانا مقهوره كذا قلبي يحرقني انا وياها. قلنا لها في ايش الخبر، قالت في شغل احسن لكم. بقينا انا ونارين وواحده اجنبيه منغوليه كذا ما عندها لغه، يعني حسبنا انها بترجعنا او انها تودينا شغل. ما قالت لي انتظروا في شغل حلو لكم. تضحك ضحكتها. حسيت اني متضايقه وحسيت في خيانه، لانها هي اللي وعدتنا واحنا جايين على هذا الاتفاق. شويه اعطلي ورقه فيها عنوان وما ادري ايش، قالت لي انت هنقوك شهر يسو انا برسل الشغل حلو كمان ياتشي. صراحه ضايقت من حركتها. قعدنا نناظر لبعض وقعدنا نمشي. قالت لنا الحرمه انتظروا نشحن كرت الباص عشان نمشي للمكان، والحرمه ما تعرف لغه ولا تعرف المكان، وهي جايبه لنا الحرمه عشان نوصلها، واحنا صاحيين من الصباح والدنيا بارد، واحنا في بقاله ونارين كذا قاعدين نتشاور نسويها ولا لا. نارين شجعتني وقالت يجين دايما جبانه دايما. جبنا الورقه للحرمه قلنا لها مع السلامه، احنا بحين البيت. اتصلت لنا الحرمه رجعت لها مره ثانيه قام قالت لها ان هم ما ودوني. ارسلت لنا رساله وانا طنشت الرساله، ليش تعملوا موقف، انا عارف انكم زعلانين بس انتم مثل بناتي، انا ما راح ازعل منكم انه حركتكم حقت اطفال. خلاص انا ما عاد ابغى اشتغل. رحت اليوم استني ادور اشغال نبات على كل المكاتب انهم يطردوني من الشغل. حرفيا نبات على كل المكاتب ان احنا ما ندخل. اصلا احنا كنا نشتغل مش عشان شيء، نشتغل كان في 15 يوم واحنا بندخل شركه ثانيه. الشركه هذه قصتها لسه. لما نقعد كذا نشتغل باي شغل لحد ما ندخل الشركه. تخيلوا ايش صار. الشغل اللي احنا رسلت لنا واحنا رحناه اصابوا كلهم كورونا، وخذ لك اتصالات رايح جاي وقالوا لنا تقول لنا انتوا عندكم كورونا ما كورونا. قلنا لا ما في. رحنا عملنا فحص ورسلنا لها لا عندنا كورونا. التقيت انا وايجون فيهم تقول لنا الاجمات قاعدين يطالعوا لي نظرات مو حلوه. اي واحد ينقل المرض كيف النظرات انت سبب دمار حياتنا. قفلوا له المكتب بعد موضوع كورونا لحد ما خلص العلاج. المكتب مقفول وعند زوجها اقرع. نقعد نقول اوه يا اقرع قفلوا عليكم المكتب. هذه حوبتنا. شكلنا ما راح نخلص من مصنع الفواكه، بس مصانع مختلفة عن بعض. هذاك أسوأ مصنع شفته. كان في لا أنا بقول لكم حاجة. خلاص أنا بحكي قناتي. أنا كنت وقتها ثانوية وكنت لازم أثبت نفسي. أي شغل بس أمسك فيه عشان وقتها ما كان في شغل، ما في أشغال. صعب يلاقون شغل. اشتغلنا في الفواكه. يجينا هذه كانت زي التيست، تمسك نفس شغل تلزق فيه زي اللزقة. فأنا شخصيتي عارف مو أنا اللي محتاج الشغل والشغل اللي محتاج. يعني لو أنا مو موجودة هو أموره ما تمشي. أنا دائما أفكر بطريقة. المصنع الفواكه ذا المدير وقح، سب الناس. سكرتيرة سابت الشغل بسببه. يوقف طابور، لازم اللي قلبه واللي شغالين رسمي بالمكان يوقفون طابور ويجي يلقى علينا كلام امس ما عجبني مدري ايش، عشان احنا طلاب هو يستغل الفرصه انه يذلنا شوي. في يوم رحنا انا وياها، قام قال انت ايش جابكم؟ انا قلت ما ابغى طلاب. صاحبة المكتب رسلتني. قام قال لها ايوه صاحبة المكتب ليش رسلتكم؟ علي صوته. كل الناس قاعدين يطالعوا انتم ما تنفع تشتغلوا، انتم طلاب، انتم ما شغالين كويس. احنا شغالين كويس بس هو حمار. قلت له والله لو مو عاجبك خرجنا، مش انت المدير. وعمال تصيح هذا ويجي من وراي تقرصني اسكت. والناس حولنا قاعدين يقولوا انظروا الى الواقعة هذه الذي ترد على المدير. كلهم قاعدين يطالعوا بنظرة اللي كذا. انا كذا ويجي قاعد تقرصني وانا قاعد اطالع له اللي مش عاجبك مشينا. هو كان عرف انه هو اصلا ما يقدر، بس هو يبغى يهايط علينا. هو يحتاجنا مو احنا نحتاجه. يعني قل كان انه ما يعطوا لنا جنقب. دنيا بارده فوق جبل والدنيا فواكه وفواكه بارده. المفروض هذه الفواكه بتمسكها وبعدين تروح تبيعها في الماركت. عارفين احنا اللي كنا نشتغلوا اليوم الثاني نروح الماركت نلاقيه. المفروض النظافه حتى اكلهم سيء، الراحه عندهم قليله، والحمام الله يعزكم سيئه مره. ايه في وحده يعرف اني انا طالبه. انت لما تقول في كان الشغل انا طالب، في ناس يحاولون يخففون عليك. قالت
لي انت ايش انت طالبه؟ قلت لها ايوه. قالت لي انت فاكره عشان انت طالبه انا برحمك؟ لا، تشتغلي زيك زيهم ما راح ارحمك. كان في واحدة تقول لنا انتوا ليش تيجوا مرة ثانية لا تيجوا. بعدين كانت تقول لنا ايش جابكم دولتنا. كانوا بعض الاحيان يخلونا ننظف الحمام بجد. والحريم اللي هذا عشان يرضوهم كانوا يسحبوني انا كمان انظف معاهم. احنا بس اللي نجي نشتغل ما لنا دخل بتنظيف الحمام. اظن انه تنمر. اكيد تظني، مش متاكده حرفيا. احلى شيء انها تظن انه تنمر، مش اكيد. كل مصنع فيه مكسرات ولا جلي وحلويات احلى مصانع. هي اللون مكسرات هم حلوين. وهنا بنحكي لكم بنفس المصنع حقت هذا عقاب الدنيا والآخرة لهم. أنا هو نارين ومينو أخويا يوجين. أختي يوجين ما تستوعب بسرعة فكان الحفظ عندها قليل، وإحنا شغلنا إنه تمشي الكراتين ثقيلة كذا، كراتين فيها تقريبا 5-10 كيلو تشيليها وتشوفوا بسرعة وترجعوها. الشغل بسرعة لازم. أختي طلبوا منها يخرجوا فواكه المعفنة اللي طالعة منها سيئة وكذا، هي لأن الفواكه مستورد، فهي كانت بتدخل كم واحدة لأنه في كمان واحد مراقب فيشوف الفواكه من الخربانة يقعد يشوف ويشوف العدد ولازم نعدها على حسب ما يقولوا لنا. نحطوا 20 واحدة. المدير أول ما شافنا قال كنت زعلان مثلنا جاولي 4. اشتغلنا كلنا مع بعض وكنا احنا كلنا قلقانين يوجين ايش بتسوي، لأنه يوجين هي كل ما تروح ما عندها استوعاب كثير بالشغل. كنا نراقبها ايش بتسوي ما نقولوها لقسم غيرنا، وكانت الحرمة تصرخ ونسمع صوتها عليه. أنا ويد تضايقنا فقلنا لهم خلاص يلا بنمشي. قالوا ترجونا خلاص لا تمشوا بالله عليك ما تمشوا ودري ايش. قلنا لهم خلاص احترموا نفسكم. خذوها قالوا خلاص الفواكه بناخذ مكان سهل مع نفسها برواقه. كلها احنا قولي ونعمل السرعه وكذا، واحنا نشتغل قاعدين نشتغل الا ونسمع اختي سوت الاستيكر في الشكل المقلوب. وبعدين هذاك اليوم كان اخر يوم لانه عمر ال 15 سنه. انا 13. مزارع، تنظيف حمامات، كل شيء، حمامات انتو ملابس، معدات كهرباء، سوينا حتى السكوترات هذه، الاشياء اللي تدخل اصلا بهذه البقالات واحنا اللي كنا نسويها بيدنا. انا طبعا اللي بدايه دخلتها وبعدين سحبت اخواني. اخوي كان شغال بضمير مين اخوي؟ اي مكان يروح يشتغل بضمير. فاخوي هذا كل مره يجي هذا الشغل يقعد يجتهد وانا ويجي نقول لي شو الهبل هذا اللي احنا حرفيا كنا وقت التنظيف نهرب. احنا قاعد نلعب ولا نسوي نفسنا ان احنا نمسح. كان هما السير مره صعب وبسرعه لازم تحطي الاشياء بسرعه وكذا. انا مره دخلوني عند مكان الخبز هذا للبرجر. كان الخبز هذا شيء رائع، في شويه رجال عسولين هناك كبار اجاشد يحبوني ويخلوني اسوي اللي ابغى. يعطوني بس لائحه، هذه اللائحة سوي لي من هذه اللائحة مثلا 150 خبز، أنا أخذ اللائحة وأقعد أعملها براحتي ويعطوني هم أكل من برا. جيت تتعذب. بعدين صرت أنا القايدة، صاروا كلهم يقولوا شاطرة وما أعرف إيش ويمدحوني، والأجمد اللي صاروا يعطوني حلويات ويدلعوني وكذا، وصرت زي القايدة. لدرجة كانت في واحدة جت موظفة معانا فهي كان أول مرة لها، رحت صرخت عليها قلت لها سوي بسرعة بكت وهي أكبر مني حرمة كبيرة وراحت. يعني أنا بشتغل اللي ورايا لازم يخلص، بس أنا عشان خلاص تعودت في الشغل تعبت من الشغل صرت أسوي بسرعة لها وليا، فأنا أخذ شغلين مش شغل واحد. على فكرة في واحدة كانت تشتغل هي هناك تايلاندية وكانت تتكلم معي فهي حبت شخصيتي إنه كنا نتكلم إنجليش ميكس على كوري، فقلت لها إنه هذا الشغل شغل حمير. يعني الصراحة كان سيء الشغل بس كان الراتب كويس لوقتها. أنا قدرت أجمع منه مبلغ كبير يعني. ووقتها اكتشفنا يجين ايش التايب حق مين؟ لا حق الباكستانيين ولا أنا؟ فالأولاد الباكستانيين والهنود ينجذبوا له انجذاب مو تقليل منهم، لا بس هذا التايب حقهم. راسلتني واحدة من المكاتب. أنا بالبداية صورت لها فلوق، بحط لكم الفلوق كان كله رجال بالرجال وهو ما يحب يتعامل مع البنات، بس جابوني وخلاص اشتغلت. فالرجال حبني يعني وكان يضحك معي ويتكلم وما ادري ايش. كان قال لي انها ذكية كمان في الدراسة، اكتشف اني ذكية وكذا. لسه ذاكرة برج الجد الرجال المدير يعني. قام قال لي أنا بزوجك ابني. أنا وقتها كان عمري 18 وهو عمره 25. قلت له ها تعرف التسليك تايم، وأنا فعلا كنت مفكرة إنه تسليك. فكان يقول لي ابنه الحين في الجيش بس ابنه طيار وابنه
انه يسافر الدول ومدري ايش. فانا اللي قاعده اسلك له انا افكر انه هذا كله مزاح يعني عادي. قلت له خلاص بجيب اختي تشتغل معنا وكذا، وانه خلاص نصير كلنا نشتغل في نفس المكان. بس احلى كان شيء في الشغل انه كنا نروح بدري ونروح متاخر. كان مريح، يجي هو بالسياره وياخذنا. كان انسان طيب، ما نضطر نطلع المكتب. كيف كنت زوجة ابنه؟ لا انا ماخذ الموضوع طريقه ان انا زوجة ابنه. المهم كان ايام ياخذ انا ويجين، وايام بيخليني انا وحدي اشتغل. احلى شيء كان ياكلنا الاكلات اللي نبغاها من شونغوكشي. خلاص فتره كان بس يبغاني انا وحدي اني اروح. اول انسان ركب السكوتر في العالم تقريبا، يعني هو مصر اني انا زوجة ابنه. وهذا الشيء قام يوم كلم مع احد صديقي ولد فيديو كول، وهو شافني اني اتكلم فيديو كول، زعل قلب ذاك اليوم. قال لي مين ذا؟ قلت له صديقي. قام قال لي قلب، هو زعل مني. من بعدها ما طلب مني اني اجي اشتغل ابدا، رفضني تماما اني اشتغل. فهنا ادركت انه هو كان بجد شايف اني انا زوجة ابنه. والمهم هذه نهاية الفيديو. اتمنى ان الفيديو عجبكم. اكتبوا لي لو تحبون هذا النوع من الفيديوهات او لا. زي ما اقول لكم بالنهاية، مينا سان مادوني.